ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تكونوا كويسين. بصوا بقى، انا كنت طالبه الاوردر ده، طالباه انا اللي طالباه بفلوس، مش اعلان. الموضوع ده يا جماعه ده مش اعلان، هجربه واقول لكم رايي فيه عشان ناس كتير سالتني عليه وبصراحه ما كانش عندي، فانا ما قدرتش افيدهم، بيبعتوا لي على الرسايل. فانا قعدت ابحث عن الصفحه يعني او المصنع اللي بيصنعوا، مش جايباه من موقع كده وخلاص، لا ده الصفحه اللي بتصنعه. تمام. وطبعا انا مش هقول على اسم المصنع ولا على المكان غير لما اجربه. تمام. لقيته كويس وحلو زي ما الناس بتشكر فيه هقول لكم على المكان. لقيته مش كويس فمش هقول لكم، علشان يعني ايه، بجرب في نفسي. تمام. لان طبعا ايه، الدنيا غاليه ومش مستحمله طبعا مصاريف زياده. انا بالنسبه لي كده كده، حتى لو هو يعني استخدامه مش قد كده ومش نفسه حلو في الاكل، مش هعطل عليه، لان انا عندي حاجات كتير زي ما انتم عارفين يعني ايه، ببقى محتاجه حاجات كتير للوصفات عندي. تمام. غير الصواني طبعا، غير الطواجن اللي عندي، غير كل حاجه. تمام. هو كده مبدئيا بسم الله، وعشان فخار يعني التقفيل عليه اهو، هجيب لكم الكرتونه هنا. التقفيل عليه حلو قوي، حاطين عليه كراتين من البيت كده. بسم الله. ده طبعا طواجن الهمر، ده المقاس الصغير، هما بيبقوا 3 طواجن مع بعض. تحس ان هو خشن كده من جوه، مش عارفه مع الاستخدام بقى والغسيل هينعم ولا ايه. ده بهدل لي ايديا. ماشي، هنغسله وهنشوفه وهنجربه، وبعد ما اجربه برضو هقول لكم حلو ولا يستحق ان احنا نجيبه ولا لا، عشان في ناس كتير سالتني نجيبه ولا خايفين يجيبوه احسن ما يطلعش حلو. فانا والله جازفت بنفسي وجبته علشان ايه، اجربه. تمام. ده اول طاجن اهو. الطاجن ده حلو يعني، يتعمل فيه نص كيلو رز معمر، يتعمل فيه طاجن خضار يكفي فردين. حلو يعني، كبير مش صغير. تمام. حطه جنبي هنا كده عشان بس ايه، ده التاني اهو اكبر منه. هكتب لكم برده المقاسات، هم كاتبين لي على الواتس المقاسات بتاعته، بس انا نسيت والله. يا جماعه ده انا دافعه حقه والله، مش جاي لي كادو او مش جاي لي يعني عشان اعمل اعلان عنه او اي حاجه، لا انا بس بصور لكم ان انا جبته ولسه هجربه. ماشي. واقول لكم النتيجه بتاعته ايه. تمام. لسه هجربه يعني، انا بفتحه معاكم اهو، هجربه برده معاكم، وفي نفس الفيديو هتعرفوا النتيجه بتاعته ايه، وهقول لكم كويس ولا مش كويس. ده التاني. التالت بقى هو عاجبني فيهم ان هم ايه، حاطين كراتين كتير ما بين كل واحد والتاني، علشان ايه، طبعا الشحن والكلام ده اكتر من دول ما يبهدلهمش او ما يكسرهمش. تمام. ده اكبر واحد خالص اهو، ما شاء الله، ياخد كميه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. ده ممكن ينطبخ فيه، على عين البوتاجاز، ما تخافوش مش هيفرقع، بس هنجرب برضو مع بعض. انا بقول لكم ما تخافوش مش هيفرقع على الاصل، انا ما اعرفش ده الاصلي ولا لا، بس هو ده المصنع اللي بيصنع، هو ده المصنع اللي بيصنع. انا ما رحتش اجيب من اي حد كده وخلاص، انا رحت اجيب من المصنع اللي بيصنع. تمام. شايفه الدعايه بتاعته كتير وشايفه كل حاجه، فقلت ايه، هجرب وبعدين ارجع لكم اقول لكم ايه ظروف حلو ولا مش حلو. تمام. دول الثلاثه اهو، ننزل الكرتونه دي كده، الثلاث احجام اهو عشان تبقوا شايفينهم. هما دول الثلاث احجام. ده حلو قوي، ياخد كيلو رز معمر. لو انت هتعملي فيه رز معمر، هتعملي فيه خضار، هتعملي فيه طواجن بقى، لسان عصفور، تعملي فيه اي حاجه انت بتحبي تدخلها الفرن، وينفع يطبخ فيه برده على البوتاجاز، بس هنشوف الجوده بتاعته عامله ازاي. تمام.
يلا بينا بقى ندخل على المطبخ كده سوا ونغسل الطاجن اللي في النص دوت علشان نعمل فيه رز معمر. هو اخد مني بالظبط، انا قلت هقلل الكمية بتاعه الرز، ربما يعني يكون ايه، هو صغير شوية، يعني ربما يكون صغير ما بياخدش كيلو رز، فانا عملت كيلو الا ربع رز. لقيته يا جماعة لا ياخد اكتر من كيلو كمان، يعني ممكن ياخد كيلو وربع. تمام، انا عملت كيلو الا ربع رز، يعني لو كنت عملت كيلو كان خده وهو مرتاح كمان. طبعا احنا عاملين الرز المعمر قبل كده مع بعض كتير، فحبيت ان انا ايه اجرب لكم فيه الرز المعمر اهوت. إيه، غسلته طبعا غسلة عادية جدا زي ما بغسل اي حاجة بالليفة كده وبشوية إيه سائل مواعين، ورحت جايه غسلاه وشطفاه بمية سخنة عادي جدا، وبدأت ان انا اشتغل فيه. نزلت فيه كده بكيلو الا ربع من الرز، وبرضو كيلو الا ربع من اللبن. تمام، طبعا اللبن انا كنت غلياه قبل كده علشان يعمل الوش القشطه اللي انتوا شايفينه دوت، وحطيته هو سخن جدا على الرز بتاعي، وحطيت عليه كمان معلقه سمنه بلدي، وهبدا ان انا احط الملح وهقلب كل المكونات دي مع بعضها عشان الملح يدوب معايا وما يبقاش ايه راقد في الارضيه تحته ويبقى طعمه مملح. تمام، ندوبه كويس. هنا حطيت الطاجن بتاعي في الفرن الكهرباء، وولعت الشوايه الاول عشان ياخد وش. تمام، وبعد كده رحت جايه ايه مهديه على الشوايه وعليت من تحت علشان ايه يستوي بقى معايا وياخد اللون والطعم الحلو. تمام، عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم طعمه مختلف فيه جدا 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 عن الصواني اللي احنا بنعمل فيها الرز. لا طعمه تحفه بجد. يعني عايزه اقول لكم ان لما بعمل صينيه فيها كيلو رز معمر بتبقى نصها عندي لتاني يوم، والله بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني اتاكلت في نفس اليوم، بقى يقولوا طعمه حلو كده ليه، ايه ده يعني سبحان الله، مدي نفس للرز بطريقه غريبه. هنا كنت طلعت الطاجن حطيته كده في قلب على الرخامه، ورحت جايه نازله عليه كده بمعلقه سمنه بلدي برضو تانية بتديها طعم اول لما بتطلعيه كده من الفرن. وبدات ان انا اطلع في طبق حته كده او حبه كده علشان اشوف القاع بتاعه من تحت بيحرق ولا بيلزق ولا ايه نظامه بالظبط. تمام، انا مسويه التسويه بتاعتي عادي اللي احنا بنسويها في كل الرز المعمر بتاعنا. لقيته بسم الله ما شاء الله، شايفين مفيش ولا حبايه رز محروقه ولا ملزوقه. يا رب بقى التجربه تكون